ليه سبت قناه رجابولا تك؟ انا حرفيا اتسالت السؤال ده كتير جدا. قناه رجابولا تك اللي داخله على 50,000 مشترك، انا كنت بادئ فيها من 2018، يعني القناه بقى لها 7 سنين. في السبع سنين دول انا جبت مشاهدات فيها 9 مليون. قناه زوبعه بتاعت دلوقتي انا جبت فيها 12 مليون مشاهده في 4 شهور بس، يعني اللي انا ما قدرتش اعمله في 7 سنين عملته في 4 شهور. فانا كنت بادئ جدا من الناس العمالقه زي الباشمهندس احمد الجرنوسي اللي بدا في 2015. بس الفكره كلها ان انا ما توفقتش عشان اتعرف. وفي رجابولا تك انا حرفيا كنت بصور برجلي وبمنتج برجلي، ما كانش فيه اي معدات نهائي. وانا سبت قناه رجابولا تك لما كانت 16,000 مشترك، وبعد كده بدات تجر اشتراكات. بس مهما انزل فيديوهات كتير القناه خلاص مش هتجيب ريتش، لان خوارزميات اليوتيوب عرفت ان انا بسيب القناه دي كتير. وعشان كده بعدها عملت قناه اب تو واللي هي بتتكلم عن الرواتر، وبعد منها على طول عملت قناه الملخص اكس واللي بتكلم فيها عن المراجعات التقنيه زي السماعات والمايكات والحاجات دي. والقناه الثالثه زوبعه تك مخصصه للهاردوير والسوفت وير. فانا كانت رحلتي كبيره قوي في اليوتيوب واتعلمت كتير جدا، وصعب انك تاخد قرار انك تبدا من الصفر في قناه جديده، فمش حاجه سهله ابدا. انت قناه انت تعبت فيها سنين وبعد كده تسيبها مره واحده. بس الحمد لله ربنا وفقني بيكم وعملت اللي انا ما عرفتش اعمله في 7 سنين، وان شاء الله تشوفوا جمدان جاي.